مساء الخير. اهلا بكم في فيديو جديد. النهارده ان شاء الله هنكمل مع بعض فيديوهات شرح الماث لجريد 5. كنا وصلنا مع بعض ليونت 12 باي تشارتس. في الليسون ده ان شاء الله هنتكلم مع بعض عن الباي تشارت. قبل كده كنا بنمثل الداتا على لاين بلوت او بار جراف او دبل بار جراف او لاين جراف. كنا اخدنا الكلام ده لو احنا مثلا عندنا شوية داتا لبيوبلز مثلا في سكول، بيحبوا مثلا سبورتس معينة او بيحبوا الفوتبول والفولي بول والباسكت بول والهاند بول والحاجات دي. كنا بنستخدم البار جراف والدبل بار جراف، برضو كنا بنستخدمها لو في بويز وجيرلز. اللاين جراف برضو كنا بنستخدمها على حسب ما احنا نحتاجها. طيب بالنسبة بقى للباي تشارت ده بنستخدمه فين؟ الباي تشارت هنا لو احنا هنمثل نفس الداتا دي بس عن طريق سيركل او عن طريق سيركيولار سيكتورز. في الباي تشارت بقى النهارده هناخد مع بعض ازاي بنمثل الداتا دي بس عن طريق سيركل. هي طبعا طريقة جديدة علينا، اول مرة ناخدها، بس هي سهلة خالص على فكرة، مفيهاش مشاكل يعني. الجديد فيها ان احنا هنمثل الداتا عن طريق سيركل. الجزء منها بس او اللي هو زي ده كده، زي الجزء ده كده، يعني مثلا ادي سيركل اهي، تمام. لو هناخد منها جزء زي كده ده بنقول عليه سيركيولار سيكتور. سيركيولار سيكتور يعني قطاع دائري، بالعربي كده قطاع دائري. يعني جزء كده. كلمة سيكتور يعني قطاع، وسيركيولار يعني دائري او واخد شكل سيركل يعني، فعشان كده بنقول عليه سيركيولار سيكتور. يعني مثلا هنا لو عندي students كده في اي سكول وبيحبوا تمام، بيحبوا السبورتس، تمام. فهنا مثلا عندي تيبل كده بيقول لي لو عندي فوتبول، لو عندي اللي في الفوتبول كام 20، وعندي الباسكت بول 10 والفولي بول 10، تمام. كده اقدر اقول ان هنا في توتال، اقدر اعمل توتال كده في كام، في 40، صح كده؟ 20 و10 و10 يبقى كام؟ 40. طيب ال 20 بالنسبة لل 40 تعتبر هاف، صح كده؟ يعني لو انا قلت لو انا قلت الفراكشن بتاع الفوتبول هيبقى كام؟ هيبقى 20 اوفر ال 40 دي كاملة اللي هي التوتال، تمام. 20 اوفر 40 يعني كام؟ يعني هاف، لان الزيرو هيروح مع الزيرو، وال2 اوفر 4 وال2 اوفر 4 بتيكوال هاف. فعشان كده لما نيجي نعملها سيركل زي الشكل اللي قدامنا ده او الباي تشارت ده اللي بنقول عليه، فال 20 هتبقى هنا، تمام، وهتاخد الفراكشن اللي هو هاف 1 اوفر 2، تمام. طيب لو عندي بقى الباسكت بول اللي هما ال10، تمام. ال10 هنقول الفراكشن بتاعها 10 اوفر 40، يبقى الزيرو هيروح مع الزيرو يبقى 1 اوفر 4، تمام. وعلشان كده الباسكت بول هنا هنلاقيها بتمثلها كام؟ 1 اوفر 4 اللي هو واخده ربع الشكل ده او ال1 اوفر 4 بتاعه، تمام. والفولي بول برضو نفس الحكايه، هتبقى 10 اوفر 40 يعني 1 اوفر 4. اقدر اقول انها بتيكوال 1 اوفر 4 هنا من السيكتور ده، من الباي تشارت ده، تمام. واخدنا ان ده بنسميه كي، اللي هو الجزء ده كده اللي بيبين فيه الالوان بتاعت كل حاجه. يعني مثلا الفوتبول هنا باللون الاصفر، والباسكت بول باللون الاحمر او اللي هو الاحمر فاتح ده، والفولي بول اللي هو اللون الاخضر فاتح ده، تمام. فده بنقول عليه كي، وده بنقول عليه الباي تشارت اللي هو اللي احنا رسمناه بقى، تمام. هو ده الدرس بتاعنا، مفيهوش اي مشكله خالص، تمام. بس في شويه حاجات كده هندرسها مع بعض. يعني ازاي؟ يعني هنفتكر مع بعض مثلا لو انا عندي سيركل زي كده، دي عشان الاسئله بقى. ما تخافوش، الجزء ده احنا خدناه قبل كده بس هنراجعه مع بعض عشان نفتكره. لو خدنا الشكل ده الاولاني ده، تمام. هنا بيقول the colored part represent 1 over 4 of a circle. فعلا الجزء ده اخدنا قبل كده ان هو 1 over 4. طب وال 1 over 4 لو عايز احولها للديسيمال بعمل ايه؟ ادي ال 1 over 4 كنت بخلي الدينومينيتور يبقى كام؟ يبقى 10 او 100 او ايه، او 1000. ال 1 over 4 كنا بنخلي ال 4 بتيكوال 100. طيب يعني كنا بنعملها تايمز كام؟ تايمز 25. يبقى بنعمل 1 برضو تايمز 25 يبقى 25 اوفر 100. ودي لما يجي بنحولها الديسيمال بتبقى كام؟ 0.25، تمام. طيب الجزء ده بقى
ده ال colored part represent 1 over 2 of a circle. ليه؟ دول 2 over 4 صح كده؟ ف 2 over 4 بتيكوال 1 over 2. برضه ال 1 over 2 عشان احولها ديسيمال كنت بعمل ايه؟ كنت بخلي ال 2 تبقى 10. تمام؟ طب ازاي ال 2 تبقى 10؟ بعملها تايمز 5. يبقى برضه اللي فوق هعملها تايمز 5، يبقى 5 over 10 ده بيكوال 0.5. تمام؟ ده مهم خالص ان انا ابقى عارف، يعني المفروض ابقى حافظهم اصلا، ان ال 1 over 4 بتيكوال 0.25 والهاف بيكوال 0.5. تعالى بقى نروح لل 3 over 4 زي السيركل دي. تمام؟ دول 3 over 4. تمام؟ برضو كنا بنخلي ال 4 تايمز 25 وال 3 تايمز 25 تبقى 75 over 100 يعني 0.75. تمام؟ برضو اخدنا الجزء ده. طيب هنا الجزء ده 1 over 10. تمام؟ 1 over 10 يعني 0.1 على طول، دي ديسيمال محفوظة ما فيهاش أي مشكلة، 0.1. تمام؟ طيب هنا بقى 1 over 5. ال 1 over 5 أقدر أخليها ال 5 تبقى تايمز 2 تبقى 10 وال 1 تبقى 2 وال 1 تبقى تايمز 2 تبقى 2 برضو، يبقى 2 over 10 يعني 0.2. تمام؟ طبعا الكلام ده كلنا أخدناه قبل كده فأكيد فاكرينه، احنا بس بنراجعه هنا عشان ايه؟ نفتكره بس عشان هنستخدمه، لان ساعات هيجي يقول لي انا عايزها بالفراكشن وساعات هيقول لي عايزها بالديسيمال. تمام؟ لو قال لي بالفراكشن لازم اكتبها حاجه اوفر حاجه، يعني مثلا 1 over 5 زي كده او 1 over 2 او الكلام ده. الفراكشن بقى الديسيمال بقى اللي هي 0.2 او 0.1 او 0.75 او الكلام ده. تمام؟ هنا بقى مديني اكزامبل بيقول لي the opposite figure represents the opposite figure يعني الشكل اللي قدامي ده represents يعني بيمثل the different activities الأنشطة المختلفة which سالي does during a day اللي هي سالي بتعملها خلال اليوم بتاعها. تمام؟ يعني اليوم بتاع سالي متقسم كده أجزاء هي بتعمل فيه الحاجات دي. تمام؟ بيقول لي study the figure يعني ادرس الشكل اللي قدامك ده then answer the following questions. أول سؤال هنا بيقول لي find the decimal of the time that Sally spends at school. تمام؟ يعني قول لي الديسيمال الديسيمال اوف ا تايم اللي سالي بتسبند ات سكول، اللي سالي بتقضيه في السكول. تمام؟ تعال نشوف هنا عند السكول هنلاقيها كام؟ 0.2 وهو عايزها بالديسيمال اهو، هو عايزها بالديسيمال يبقى ده 0.2 مش هنعملها اي حاجه تانية خالص، يبقى الاجابه بتاعتنا هنا كام؟ 0.2. تمام؟ find the decimal of the time that Sally spends in sleeping. تمام؟ طيب السليبنج هنا كام؟ السليبنج هنا الجزء ده ب 0.3 وبرضو عايزها بالديسيمال مش هنعمل اي حاجه خالص 0.3. تمام؟ نيجي بقى لنمبر سي. نمبر سي بيقول لي find the decimal of the time that Sally spends in other things. فين ال other things دي؟ اهي. فين بقى الديسيمال بتاعتها؟ مش لاقيينها. نعمل ايه بقى؟ ابقى عارف كويس معلومه مهمه ان انا السيركل دي كلها السم بتاعها بيكوال 1. السم بيكوال كام؟ بيكوال 1. تمام؟ طيب يعني 1 او 1.0 ممكن اكتبها كده 1.0. تمام؟ طيب ال 1.0 دي اقدر اعمل ايه؟ يعني اعمل دول كلهم بلس مع بعض واعملهم ماينس من مين؟ من ال 1. تمام؟ طب تعالى نعملهم بلس كده. ال 0.1 اهي و 0.2 دول ب 0.3 ومعايا 0.3 كمان يبقى 0.6 ومعايا 0.1 كمان يبقى 0.7 مع بعض. صح كده؟ باقي كام من ال 1.0 دي؟ كده كأنها 10 ماينس 7 يعني 3. صح كده؟ كأنها 10 ماينس 7. لو انا شلت البوينتس كلها يبقى 10 ماينس 7 يعني 3، يبقى كأنها 0 بوينت كام؟ 0.3. تمام؟ يبقى كده نمبر سي الإجابة بتاعتها 0.3. نمبر دي بقى، نمبر دي بيقول لي complete Sally spends the same decimal of the time in what and what. تمام؟ يعني عايز يعرف سالي دي بتقضي the same decimal معناها نفس ايه؟ نفس الديسيمال اوف تايم، نفس الوقت اللي بتقضيه في حاجتين مع بعض. تمام؟ هنلاحظ هنا ان انا لما ابص على الفيجر اللي قدامي هلاقي ان الستادينج والبلاينج هما اللي زي بعض، او مين؟ او السليبنج والاذر ثينجز لان احنا حسبناها دلوقتي من شويه
وكانت 0.3. تمام، يبقى اقدر اقوله هنا in studying and playing، او ممكن اقول له الاذر things والسليبنج. تمام. طيب نمبر اي بيقول لي what is the fraction that represents each activity. بيقول لي what is the fraction، يعني عايز اكتبهم بالفراكشنز. تمام، في كل activity، يعني عايز كل activities. تمام. طيب هنا بالنسبه بقى للسليبنج مثلا هنكتب 3.10، ده بالنسبه للسليبنج. طب والستادينج هيبقى 1/10. تمام، وبرده الاذر ثينجز هيبقى 3/10، دي مفيش مشكله خالص. تمام، البلاينج هيبقى 1/10 دول كلهم. تمام، برضو السكول هتبقى كام؟ 2/10، وال2/10 ما اقدرش اسيبها كده، يعني ممكن اكتب كده 2/10 واشوف بقى هو ال2 وال10 دول موجودين في تيبل كام. هما الاثنين هما الاثنين موجودين في تيبل 2، يبقى اعمل دايفايد على 2، هما الاثنين يبقى 1 كام؟ 1/5. هنيجي بقى لجزء كده جديد صغير وسهل. حاجة عندنا اسمها السنترال انجل. تمام، هنا بيقول لي في الريماركس دي بيقول لي each circular sector، احنا قلنا circular sector اي جزء كده زي ده كده، يعني ده كده بنقول عليه circular sector. تمام، has an angle، عنده انجل زي دي، انجل زي دي. whose vertex، الفيرتكس بقى اللي هي مين؟ الفيرتكس اللي هي النقطة اللي فوق دي خالص. تمام، اللي هي دي كده الفيرتكس، والفيرتكس دي هي ذا سنتر اوف ذا ايه؟ اوف ذا سيركل، وبنقول على الانجل دي سنترال انجل. تمام، سنترال انجل. تمام، يبقى انا عندي الفيرتكس هنا هي السنتر بتاع السيركل، والانجل اللي موجوده في السيركولار سيكتور تعتبر اسمها سنترال انجل. تمام. طيب برضو اهم حاجه بقى، اهم من ان انا اعرف انها سنترال انجل، ان انا اعرف ان السم بتاع السنترال انجلز دي كلها حوالين السيركل كلها بتيكوال 360. تمام، يعني the sum of the measures اهي نمبر 2، the sum of the measures of angles accumulating around at a point، اللي متجمعة حوالين point اللي هي زي السنتر ده as the center of the circle is equal to 360. المعلومة دي مهمة خالص وبتيجي في امتحانات كتير، ومهم تطبيقها اكتر بقى في الجزء اللي جاي. هنا بيقول لي the measure of the central angle that represents، اللي بتمثل 3/4 of a circle. تمام، 3/4 of a circle، يعني مثلا هنا عندي 3/4 صح كده. لو انا عايز الفراكشن ده اللي هو 3/4 عايز احوله بالديجري. تمام، يعني عايز اعرف السنترال انجل دي كده بتيكوال كام. تمام، دي اعرفها ازاي؟ بص بقى، بنعمل 3/4 اللي هو الفراكشن بعمله تايمز 360. تمام. طيب ازاي بقى احل دي ازاي؟ تمام، 3/4 تايمز 360 كنا بنشوف كنا بنحط كده دي كده دايفيد على 1، يعني كأن هنا مفيش الدينومينيتور 1، وبنشوف ال 4 وال 360 ينفع اعملهم سمبليفاي مع بعض ازاي؟ طيب انا عارف كويس في تيبل 4 ان ال 4 تايمز 9 ايكوال 36، فبعمل هنا دايفايد على 4 هنا وهنا، هنا بتيكوال 1 وهنا بتيكوال 9، وجنبها الزيرو بقى ده اللي هو كام؟ 90. 3 تايمز 90، 3 تايمز 0 ايكوال 0، و 3 تايمز 9 ايكوال 27، يبقى 270. تمام. طيب تعال نشوف اللي بعدها، دي هنا 1/2 of a circle. تمام، ال 1/2 برضه بنعملها 360 عشان نحولها بالديجري، تبقى كام؟ برضه هنا هنعمل هنا دايفايد على 1، وهنا ال2 هنعملها تايمز ال2 هنعملها سمبليفاي مع 360 بتيكوال 180. تمام، 180. برضه 1/4 هنا اوف سيركل، ادي هنا 1/4 هنعملها ازاي؟ هنقول 1/4 تايمز 360 زي ما قلنا، وبرضه ال 4 وال 360 هديني هنا 90 زي ما عملناها قبل كده، يبقى كام؟ 1 تايمز 90 ايكوال 90، والدينومينيتور بيكوال كام؟ بيكوال 1. تمام، طبعا بيكوال 1 مش لازم نكتبها بقى خلاص. هنا اخر حاجه عندي هنا بيقول لي 1/8 اوف ا سيركل زي دي كده برضو. 1/8 تايمز 360 كنا بنعمل فيها ايه؟ كنا بنشوف ال 8 وال 360 هما الاثنين اقدر اعملهم سمبليفاي على ال 8. تمام، يعني 360 ديفايد على 8 بتيكوال 45، يبقى 45 اوفر 1 يعني 45 ديجري. الاكزامبل ده هنا بيقول لي find the measure of the central angle that represents each of the following sectors. تمام، يعني هنا مديني fractions او مديني circular sectors، وعايز يقول لي السنترال انجل دي
كام هنا في كل واحدة فيهم. تمام. لو خدنا نمبر 1 هنا بيقول لي ايه؟ الاي دي بتيكوال كام الفراكشن بتاعها؟ ها، اول حاجة هنا 1 اوفر 6. 1 اوفر 6 بنعملها تايمز مين؟ تايمز ال 360. تمام. طيب هنا لو جينا نشوفها هنلاقي 1 اوفر 6 تايمز 360 اهي 1 اوفر 6 تايمز 360. طيب انا عارف كويس ان 6 تايمز 6 ايكوال 36. يبقى هنا لما اعمل سمبليفاي لل 6 وال 36 يبقى يديني كام؟ 60. يبقى 1 تايمز 60 ايكوال 60. تمام. تعال نشوف نمبر بي. نمبر بي دي كام؟ نمبر بي دي 1 اوفر كام؟ 1 اوفر 10. صح كده؟ ادي 1 ودول بقى كام؟ 2 3 4 5 6 7 8 9 10. يبقى 1 اوفر 10. 1 اوفر 10 تايمز 360. طيب الزيرو ده هيروح مع ده يبقى مفيش حاجه خالص. باقي كام؟ باقي 36 بس. تمام. هنا بقى الفراكشن نمبر سي بكام؟ 1 اوفر 3. 1 اوفر 3 تايمز 360 اهي 1 اوفر 3 تايمز 360. طيب ال 3 تايمز 12 بتيكوال 300 ايكوال 36. يبقى هنا لما نعملها دايفايدد هتديني كام؟ ال 36 هتديني 12 والزيرو هينزل يبقى 120. تمام. جزء مهم خالص تحويل السنترال انجل من فراكشن للديجري. لحد هنا نكون خلصنا الليسون بتاعنا وكده. ده كان اخر ليسون عندنا في المنهج بتاعنا. اتمنى اشوفكم على خير السنة الجديدة. يلا باي باي.